Hop بدي قارطة أعطوني صفة ثانية لنركب عليها كلمة التون. أنت هاي تون هايس تون هايس أبريس Pare, inci pese, tu padraste. ايو من جخوام لمجلس زماني خوي أرمني بدقرينن أم في روجا بيستو يكي شباطي أم لروجا زماني دايكي أم لحمة جيهاني بيروز دكن حركي يعني ما في وان هبن بزماني خو بآخفن أم جيش خو بيكاتي أرمن أم زماني خو أم نه دس بيدكن يعني أب قدري 4-5 سالة أم دس بيدكن أم زماني خوي دايكي بدقرين شخوا زماني دايكي يعني جمرة بالنسبة جمرة أرمني شتات ما زمان وين ذاكرد أيامي إباديد شخوا أنا كاجمرة فرصتك قلك يباش هاد فيش ورشاهاني دقي أم زماني خوي دايكي بدقرين شخوا يعني ما دقود حياة هذا أزنا على من زماني أرمني هنجي زحمته بس جي حسكرنا زماني دايكير براستي يعني ما باش قابني باش تداويتن أنا أم ما مستاذ ما نمجي أزدم أندامات طلابات الجمع والمجلسين يعني زحمتي قلبي كيجي ما قال لك كشان يعني قبري بناب مدارس هذا هبايا ويأف زحمتي تنبايا ويحكي براحت بآخر ياي وشواد شورش يجيد ما كاركر أمسر مؤسسات زمان بكن بس ديوان أحداثي تاليد شوا كارجش هاد سكنادن أخوازيا مجي براستي زماني مي دايك زماني أرمنجي داك مدارس هذا وقت حربك هاتي ما في ويهبه بشكسي أرمن هبه زماني خبا آخر وبقرين يعني براسي دمار جيمد أرمني الشتات اعتراف بوان فتنبو يعني نكنيساء اعتراف بأرمني الشتات ذكرن ونا رجيم اعتراف بذكر دبي شورش يعني قال لك هيز دامه أرمني شتات وك أوجي خودر خينن باني دنا بيكاتي كرد دنا بيكاتي عرب دون دابونه يعني أوجي خوا بدن خويا كرن وشما فيوان بعلم من زمان يا خوا يعني أب تشتاياد آلية رجيم دوي شاغيتنا بو بالعكس روج بيشو رشا روج آفا فرصتك باش دامج أم بعلم من زمان يا خوا أم وقتي بيشان دا خوا بقرينن ما فكيمة يعني أمجي دخوازن أم في زماني خوي دايكي بعلمن وأمزاروك يخوجي بريفة ببن طبعا بلشت بالتدريب لما عرفنا انه المجلس الاجتماعي الارمني فاتح مجال لتدريس اللغه الارمنيه وكوننا نحن ارمن خسرنا لغتنا الارمنيه وتشتتنا صهرنا بين المكون العربي والمكون الكردي فحبيت الفكره انه ارجع كمان استعيد لغتي الام وهلا حاليا عم نتدرب وشكلنا كادر تدريسي كامل بالمجلس وعم نتدرب. طبعا اللغه هي اللي بتبين يعني اصل المكون وهي تضل اللغه الام يعني صح نحن فقدناها صار لنا سنين بس لهلا عم من جديد خلال السنوات اللي بلشت فيها الحرب عم نشكل هذا الشيء ونبلش يعني نبلش انه يعني نرسم منهاج الارمني الجديد ونستعيد لغتنا الام لحتى يكون عندنا مثلا جيل جديد متعلم عن اللغه الارمنيه الجديده لانه هن كمان اجيال بعد اجيال لحتى نستعيد هاي اللغه الام اللي فقدناها من سنين. طبعا يعني هذا الشيء بيكون في ظلم لجميع المكونات حق كل مكون بالدولة السورية أنه يستعيد حقه يبرز مكانه يحكي بلغته الأم حق كل مكون يستعيد حقوقه خاصة الشعب الأرمني شعب كثير انظلم من بداية الإبادة لهلا انصهر بين المكونات خسر لغته الأم يعني هذا الشيء لازم يكون في أن ندافع نطالب بحقوقنا واستعادة لغتنا الأم يكون لنا دور مثلنا مثل باقي المكونات كالمكون الكردي ولا المكون العربي السرياني الآشوري هذا حق طبيعي نحن كأرمن ولهلا عم نمشي على هذا الموضوع وطبعا هلا وبعدين بدنا نستعيد حقوقنا أكيد ونبرز دورنا وناخذ لغتنا الأم ويكون لنا حق شرعي مثلنا مثل باقي المكونات. طبعا لما يكون ما في اعتراف لهذا المكون أو لهذا اللغة يعتبر
كمان إبادة أو سهر لهذا المكون. بس نحن يعني لما اتاحتنا الفرصة بهي الثورة اللي وبلشنا هي الانطلاقة، ما رح نوقف. يعني واجهتنا كثير معوقات، واجهتنا كثير مشاكل، بس رغم هذا الشيء ما وقفنا ومستمرين بهذا الشيء لحتى طبعا نحقق جميع طموحاتنا والمشاريع اللي رسمناها ونستعيد هذا الحق اللي خسرناه من مئات السنين. طبعا بهني جميع شعوب سوريا بهذا اليوم، كمان بهني الشعب الأرمني بيوم عيد اللغة الأم. طبعا ومطالبنا كمان يكون لنا حق معترف بلغتنا الأم، ويكون لنا دور كمان بسوريا الجديدة، ونبين دورنا نحن كشعب أرمني، لأنه الشعب الأرمني نايل ويلاته كتير تعذب لحتى حققنا هذا الشيء. ونتمنى يا رب إنه يكون اللي صار لنا سنين هذا المشروع اللي عم نتعب عليه ما يروح هيك سدى. طبعا عم تشوفوا بعينكم الكادر اللي عم يتشكل، وصار لنا طبعا هذا الأمر سنين عم نتدرب عليه، وقدر المستطاع إن شاء الله بمطالبنا رح ننال هذا الشيء.